الو، معاكم ضيف. بيسان اسماعيل جابت العيد للمره المليون، والله ما بعرف امتى بدهم يتغيروا، بس ما علينا طالما الموضوع فيه مشاهدات وفيه فلوس، فاهمين كيف يعني؟ فلازم اننا ننزل مقطع ونضبط حالنا يعني. طبعا اللي ما بيعرف بيسان فهي يوتيوبر تيك توكر غنية وسباك. اوكي يعني لا الاخيره من عندي، بس حرفيا بيسان اسماعيل اي مجال بخطر على بالك على السوشيال ميديا دخلته حرفيا، حتى لو ما كانت تفهم فيه، حتى لو ما كان لها اي علاقه فيه، خلاص بتدخله. المهم انه شيء له علاقه بالسوشيال ميديا او بالشهره. وطبعا انا متاكد انه بالنهايه يمكن حتى انها تروح على فرع التمثيل، يعني عادي جدا طبيعي. ما بعرف اذا سوتها ولا لا، لانه حرفيا ما بتابعها ولا بتابع مقاطعها، بس يمكن انها تسويها في المستقبل حسب توقعاتي يعني. طبعا كيف جابت العيد؟ بكل بساطه نفس غلط الشامي لما تكلم عن جبل الاعراف وشبهه بخصر حبيبته وهيك شيء. طبعا نزلنا مقطع عن الموضوع، اللي ما شاف المقطع يروح يشوفه. لكن بيسان كانت عم تقول كلمات والناس اتهمتها انه هاي الكلمات ماخوذه من القران. الكلمات كانت هيهات هيهات. اكيد بتعرفوا من وين هاي الكلمات ماخوذه، واكيد سامعينها من قبل. من القران الكريم. وبعد شوي بحكي لكم رايي عن الموضوع، واذا كانت فعلا بيسان اسماعيل قاصد هذا الشيء ولا لا، ولا هي كلمات عاديه وعادي انها تستخدمها. تمام، انا ما بفتي يا جماعه الخير، ولكن بحكي رايي وبحكي اللي انا شايفه بكل صراحه وبدون اي تحيز، ولا اهتم ان زعل مني اي حدا. لكن اكيد كما العاده قبل ما نبدا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، فيعني بتمنى لو حابب تطلع معنا بالمقطع الجاي تنزل تحت وتكتب لي تعليق جميل مثلك، وتحط لايك، تشترك في القناه، خلونا نوصل 20,000 مشترك باسرع وقت ممكن. والان خلونا نبدا. طيب بكل اختصار ونفس ما ذكرت، بلسان اسماعيل نزلت اغنيه، وبداخل هاي الاغنيه كانت عم تحكي كلمات هيهات هيهات، نفس الكلمات اللي موجوده في القران الكريم في سوره المؤمنون الايه 36. طبعا واكيد ما راح اعرض لكم الاغنيه، لانه بكل بساطه حتى لو ما كان فيها شيء فهي مشكوك فيها حرفيا، يعني مشكوك اذا هل هي فعلا مسموح لها تستخدم هذه الكلمات ولا لا. وغير كل هذا اصلا الاغاني حرام، يعني حتى لو ما كان فيها اي شيء الغنيه مستحيل ان نعرضها، لانه مثل ما حكيت لكم الاغاني اصلا حرام. وانا صراحه شفت كثير ناس ويوتيوبرز انتقاد طلعوا وحكوا انه كلمات هيهات هيهات كلمات عاديه موجوده في اللغه العربيه، وعادي الشخص انه يستخدمها، لانه حرفيا لو اي كلمه مكتوبه في القران الكريم حرام انك تستخدمها، فهون انت حرفيا حرام تستخدم او تصنع اغنيه من كلمات كثير. مثل على سبيل المثال شخص من الاشخاص حكى كلمه النساء، واللي هي مذكوره ايضا في القران، وصارت الناس تحكي انه عادي، يعني اكيد هي ما قصدها انه تجيب كلمات من القران. بالنهايه هي سوت اغاني من قبل كثير وطلعت ترند كمان، فاكيد ما كان قصدها انها تستخدم هاي الكلمات بالذات لانها ماخوذه من القران. والمشكله الكبرى والنقطه اللي انا ما بشوف اي يوتيوبر انتقاد طلع وحكى عنها، واللي هي انه الاغاني اساسا حرام بغض النظر اذا كان فيها كلمات من القران او لا. اكيد لو كان فيها كلمات من القران وتسيء للدين الاسلامي يكون شيء اكبر وافظع حتى، ولكن هي بغض النظر يعني عن الشك اللي موجود حول كلمات الاغنيه، فهي بالنهايه حرام لانها اغنيه. فاهمين؟ المعازف الاغاني حرام يا جماعه الخير. فانا هذا رايي بكل بساطه، انه حتى لو ما كان فيها كلمات من القران فبالنهايه هي حرام، لانه الاغاني حرام. انا ما بشوف في اي مبرر للشامي او حتى لبيسان اسماعيل، لانه الاثنين اصلا شغالين بالحرام. خلونا نكون واقعيين وصريحين مع بعض، بغض النظر عن ايش قاعدين عم بيحكوا بداخل الغنية. وكمان في شغلة تانية وبالتحديد لبيسان وشبيهاتها من المشاهير، انا ماني فاهم ليش لازم البنت بس تنشهر تصير متنوعة المجالات. يعني عادي تكون يوتيوبرز وبعدها تفتح تيك توك وتصير تيك توكر بين قوسين رقاصة، وبعدها تصير تغني، واخر حلقة بتصير تمثل كمان. يعني فالشيء مو طبيعي على تعدي المجالات، يعني حرفيا بالنهاية مين مهتم طالما انهم موجودين وبجيبوا مشاهدات؟ فاستمروا بغبائكم هذا، وانا بستغل هذا الغباء بكل بساطه. يعني انا بصراحه هذا رايي عن الموضوع، رايي المتواضع واللي لازم تحترمه، لاني طبعا الاسطوره المسطره اللي ما في زيه. عارفين الناس قاعده ومحتاره عم تقول لك هل اغنيه بيسان اسماعيل حرام نسمعها او حلال اننا نسمعها؟ هي بالنهايه اغاني بغض النظر عن الكلمات، فهي حرام. وماني قاعد عم بفتي من عندي، هذا الكلام حكوه كثير الشيوخ قبلي، والان راح اعرض لكم واحد من هذه الشيوخ وتسمعوا من كلام الشيخ، يعني حتى تفهموا انه الموضوع اصلا حرام. يعني فخلوكم مع مقطع الشيخ. حكم استماع الموسيقى والمعازف. حرام. الموسيقى والمعازف حرام بالإجماع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المعازف والموسيقى لا يجوز سماعها لأنها من آلات اللهو. نعم. وأيضا فضيلة الشيخ سؤال ثاني للأخ عبد الله، يقول أحيانا بعض البرامج مفيدة كالبرامج الإخبارية وغيرها، لكن تتخللها الموسيقى وبعض المنكرات، فهل يعفى عن ذلك؟ الشيء غير المقصود أنت لا تقصدها ولا تتلذذ بها، أنت قصدك الأخبار فتستمع إلى الأخبار. نعم. بس والله مثل ما سمعتوا كلام الشيخ، الاغاني بالنهايه حرام. هل تقبلت هذا الشيء ام لم تتقبله؟
هل انت حابب انك تسمع؟ عادي، ما عندي انا اي مشكله تجاهك اصلا، ولكنه حرام. ولو بتضلك قاعد عم تسمع اغاني كمان ما عندي اي مشكله تجاهك، بس لا تيجي وتكتب انه حلال ولا تحاول تبرر انه هذا الشيء حلال. تمام؟ ما عندي مشكله مع اللي بيسمع اغاني، ولكن عندي مشكله مع اللي بيجي وبيحلل الحرام. هذا اللي انا عندي مشكله معاه صراحه. بس والله هذا كان كل شيء معنا لليوم. اكيد اكتب لي رايك في التعليقات، لانه رايك جدا مهم. ورابط الانستا بتلاقوه تحت بالوصف. وبالمناسبه قبل ما انهي المقطع، نزلت تصويت في منتدى القناه عن صوره القناه. في صوره سويتها جديد، مثل ما تكون شايفينها قدامكم على الشاشه، هذه هي الصوره. وفي صوره القناه الحاليه. فكل اللي عليك انك تروح على المنتدى وتصوت اي من هذه الصور عجبتك اكثر، واي وحده من هاي الصور نعتمدها في القناه. هل نعتمد الصوره الجديده او اننا نخلي الصوره القديمه ولكن نعدل عليها شوي، نغير الالوان، نغير شوي فيها يعني. فانزل واكتب لي انت رايك في التعليقات، ولا تنسى انك تروح على المنتدى وتصوت هناك. وبس والله حابب اذكركم كمان بالدعاء لاهلنا واخواننا في فلسطين. وهذا كان معنا كل شيء اليوم صراحه. اتمنى لو عجبك المقطع تنزل تحت وشمط زر اللايك، يعني خلي اللايك ينفجر حرفيا، وتشترك في القناه لو ما كنت مشترك. انا معكم الاسطوره المسطره داي. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء.